يا مساء السعادة عليكم، وحشتوني جدًا. تعالوا بقى نعمل من كيلو الدقيق الحلو ده أحلى شوية قرص يستاهلوا بُقُّكم، للفطار بقى للعشا زي ما أنتم بتحبين، كوباية الشاي كده الصبح يا سلام سلِّم. تعالوا بقى كده معايا هاقول لكم إيه المقادير. أول حاجة كده جبت دقيق للمخبوزات، كيلو كده من الدقيق أهو، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من الخميرة، سمسم بس ده هنستخدمه بعد شوية، وربع كوباية من الزيت. لا احتاجنا لا سمنة ولا احتاجنا لبن، أوفر قرص في الدنيا بتاعة المخابز. هتطلع كده شوية قرص جامدين جدًا. أول حاجة كده هنسمي بقى بالرحمن ونحط الحاجة بتاعتنا. أول حاجة كده حطيت زي ما أنتم شايفين فتحت كيس الدقيق، سِبت كده يعني يعتبر كده كيلو إلا ربع دقيق كمان، يعني أقل من الكيلو حاجة بسيطة. شِلتها كده قُلت عشان لو احتجت شوية دقيق. طبعًا إحنا آخر الشهر بقى وما تنسوش شوية الملح بتاعنا الجميل. دي قُرَص بقى تنفع لآخر الشهر بقى ما عندكيش حاجة طبعًا في البيت، تقومي كده تلمّي اللي في بيتِك، يعني كُلّه من منازلهم زي ما بيقولوا. كُلّه كده من البيت. آدي كده هننزل واحدة، واحدة بقى بالزيت بتاعنا. يبقى الأول هنقلّب الجاف على بعضه، الدقيق ومعلقتين الكبار الخميرة ومعلقتين الكبار السُكّر، نبتدي كده ورشة الملح، نبتدي بقى نقلّبهم كده حلو كده أوي، أوي، أوي مع بعض. بعد كده ما دمجناهم كلّهم مع بعض، هننزل شوية، شوية بالزيت. يعني مقدار الزيت بتاعي ده ربع كوباية الزيت دي هانزل بيها بشوية والباقي بعد شوية. ليه؟ علشان أضمن كده إن الزيت اندمج في الدقيق كلّه وقلّبته. لا قُلت لِك يا ست الكل سمنة ولا قُلت لِك لبن، شوية زيت، أقل شوية زيت عندِك، وإن شاء الله تاكلي قُرَص كده وتدعي لي. أنا عايزة أقول لكم الكيلو ده طلّع معايا كمية حلوة جدًا من القُرَص، والعيال راحوا جُم عليها بقى وبُصّوا والله ما قعدت، ما شاء الله، يعني حاجة كده جميلة. أهم حاجة بقى في العجن المَيّة الدافية، تكوني كده الكاتل بتاعِك مَيّة دافية أو البراد أو أي حاجة عندِك فيها مَيّة دافية، سخّني كده شوية المَيّة الدافيين بتوعِك وتعالي بقى ننزلي عليهم بالعجين. شوية، شوية كده ونقلِّب، وشوية، شوية نقلِّب، ما ينفعش تنزلي بالمَيّة كلّها يا سِت الكل، كده هتعجِّن منِّك، ولو المَيّة زادت مش هينفع، طبعًا الدنيا هتبوظ معاكِ. هتحتاجي بقى دقيق تاني والمقادير بتاعتنا مش هتبقى مضبوطة، فواحدة، واحدة ننزل بالمَيّة لغاية ما نحس كده إن العجينة بتاعتنا خلاص مش محتاجة مَيّة. ولو لزّقت منِّك اوعي تخافي، عادي، هي العجينة دي أصلًا هتبقى ملزّقة معاكِ شوية، بس مش هينفع تحطّي عليها دقيق، هي هتلِم معاكِ لوحدها. ليه مش هينفع نحط دقيق؟ لإن لو حطينا دقيق هتطلع بقى مش قُرَص، هتطلع جبس هتطلع بقى خشنة معاكِ. فإحنا عايزينها طرية كده وجميلة وزي هشة وأسفنجية كده، زي كإني يعني كيكة مش قُرَص. بُصّوا هنا بقى فصلت معاكم ورجعت تاني، قُلت عقبال ما أنا ألِم العجينة بتاعتي. بُصّوا برضه أهم حاجة العجن كده فيها، تقعدي تعجني كده فيها هي اللي هتدّيكِ طريان للعجينة التحفة، يعني هيدّيكِ طريان حلو. سِبت بقى الطبق خالص ولمِّت من الطبق العجين بتاعي كلّه والدقيق، نزلت بقى أدّي كده كإني نازلة مع العجينة ماتش نفرد ونتني، نفرد ونتني كده لغاية ما تتعجن كويس. أصول العجن يا جماعة هو اللي بيخلّي العجينة كويسة والمقادير بتاعتِك كمان. فما شاء الله كده لو عايزة تطلّعي غِلِّك في حد طلّعيه في العجينة دي. ف فإن شاء الله كده بقى نقعد بقى نعجن فيها كتير زي ما قُلت لكم، وضربنا وعجننا بُصّوا عملنا فيها كل حاجة، لغاية ما وصلنا للدرجة المطلوبة دي، اللي هو بقى الطريان العجينة دي واللي هي عاملة كده تحسّي إن هي يعني تحطّي صباعِك فيها كده بُصّي، بُصّي قمة الجمال وطرية جدًا وحاجة كده تحفة. وبشوية بقى الزيت بواقي الزيت اللي في الكوباية بتاعتنا اديتها كده دهنة كده من فوق، ودهنة كمان كده من تحت بقى كده كلّها، وهاغطّيها بقى واسيبها تخمر مع نفسها، عقبال بقى ما تغسلي الطبقين بتوعِك اللي في الحوض، عقبال ما تعملي أي حاجة تكون كده نفشت معاكِ، نُص ساعة كده وأزيد. تاني حاجة بقى معانا أنتِ عايزة تعملي لها حشو، ممكن عجوة، ممكن ملبن، ما فيش الاتنين في البيت، تعالي أقول لِك هنعمل إيه. جبنا القرفة والسكر زي ما أنتِ شايفة كده، البولة اللي هي الرصاصي اللي معايا دي، فيها قرفة وسكر، معلقتين كده سكر على معلقة قرفة كبيرة، وقُمت نازلة بشوية مَيّة عليهم ونقلّب.
هندي حاجة كده للوش تكون ايه، تدي يعني تبقى تخلي القرصة معاكي مسكرة من فوق. عايزة بقى من النص حشوة حلوة كده، تجيبي عارفة سميد البسبوسة ده، السميد بتاع البسبوسة تحطي منه معلقتين مع السكر مع القرفة وتحشي بيها بقى من النص وتقفلي. انا ما كانش عندي سميد الحقيقة، بس قلت برضه هقول لكم على الفكرة دي للي مش عندها عجوة ولا ملبن ولا حابة يعني ولا عندها حاجة، تقوم عاملة أبسط حاجة، السكر موجود في البيت ومعلقة قرفة أكيد برضو إن شاء الله موجودة. هندهن بقى ايه كده ايدينا بالزيت. اهم حاجة بقى يا ست الكل دهنة الزيت اللي في ايدك دي طول ما احنا شغالين، ليه؟ علشان العجينة بتاعتنا طرية وما تلزقش في ايدك، عشان ما تلزقش في ايدك، فتقومي واخدة كده ايه بايدك كده ان شاء الله. بصوا بقى دي ايه الخمران بتاعها، بصوا الفقاقيع دي بقول لكم هو ده اللي احنا عايزينه، الفقاقيع الهوا كده مليتها كلها، يعني معناها انها خمرت والحمد لله. تسيبيها في مكان دافي في فرن البوتاجاز في اي حاجه وتغطيها هتخمر، لان كمان الجو شتا وساقعه، فالحاجه بتخمر معانا ايه في وقت طويل شويه. هي ما خدتش والله، انا بالظبط سبتها ساعه، وكمان المفروض كنت هسيبها نص ساعه بس سبتها ساعه علشان يعني كنت مشغوله شويه، فقلت ايه بالمره تخمر كويس. انا رصتها بقى زي ما انتوا شايفين كده، هي الماسكه، تقومي نازله بنفس الماسكه دي في القرفه بالسكر على طول على السمسم، وكان الله بالسر عليه، على طول كده على السمسم. بصوا بقى هنحطها في الصينية اللي دهنينها برضو ايه بنقطة زيت، نص ساعة وتاكلي احلى قرص. دهنة زيت كده برضو من الكوباية وبقيتها، عشان احنا عارفين الزيت غالي فنوفر فربنا معانا كده، وننزل بقى ايه عليها كده، ما نبططهاش بقى اللي احنا ايه في الصينية زي ما انتوا شايفين، بططتها كده كويس وهنسيبها تاني ايه تخمر، بس بعد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها، يعني بربع نص كوباية زيت هتكوني عملتي أحلى قرص. مفيش لبن برضو، اللبن اليومين دول غالي، فاحنا طبعا بنحاول نوفر، نلم اللي عندنا في البيت ونعمل للعيال ونفرحهم، ونرتاح شوية من ايه الفطار الصبح، هنفطريه بالليل جوعنا، احنا عارفين الشتا بيحب الأكل، جوعنا بالليل قرصة وكوباية شاي، الحاجات الحلوة دي. وزي ما انتم عارفين طبعا ان شاء الله داخلين على شهر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. في نص بقى هنشتغل بقى الكحك والحاجات الحلوة، هي الدنيا غليت بس هنوفر برضه ونعمل في البيت ان شاء الله كده ربنا يعيننا. عايزة اقول لكم بقى على فكرة، بما اننا كده في الخبيز والعجن يعني، بقول لكم هكمل الكمية وهرجع معاكم، بس احنا كده ايه في الفاصل ده هاقول لكم على حاجة، دي بقى منظر القرص كلها بعد ما خلصتها طلعت لي كمية كويسة من القرص زي ما انتوا شايفين. هنحطها بقى تخمر ونرجع بقى ايه تاني، لازم تخمر بعد ما تقرصيها. اوعي تنسي البنانيت الحلوين اللي لسه متجوزين، اوعي تنسوا اللي بتتعلموا اتعلموا يلا معايا، والله يا جماعة والله انا لما بشوف نفسي عملت عجين باستغرب نفسي، انا ما كنتش باعرف خالص، والبني ادم طبعا اتولد وايه ما يعرفش، فاللي يعيش ياما ايه يعمل. دي كده بعد ما خمرت هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، عشان الفوق تبقى لون واحد وتحت كمان الرف اللي في النص، وما تغيبيش عليها عشان ما تنسيش كده الدنيا وتبوظ منك. وكده كانت الكمية بتاعتي بقى، وبصوا بقى الجمال بعد ما طلعت لونها تحفة وطرية جدا، وطعمها ما اقولكوش حلو جدا، يا ريت تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات. هقول لكم بقى على الفكره الجايه عشان الفيديو بتاعنا خلص، هقول لكم في الفيديو الجاي الفكره اللي انا عايزه اقول لكم عليها بمناسبه ايه شغل العيد ورمضان. يلا اشوفكم على خير، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بلايك حلو منكم وكومنت حلو زي ما بتشجعوني دايما. بصوا بقى طريه وجميله ازاي، قسمتها قصادكم كمان عشان تشوفوها من جوه قد ايه هشه وجميله. طلعت لي الكميه دي 20 قرصه يا جماعه، من كيلو الا ربع دقيق طلع لي 20 قرصه، يعني اوفر من المخبز بيديكي واحدتين وتتكلي على الله. جربوها مش هتندموا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.